أصبح تزين النساء وتجملهن على أنامل رجالية مشهدا منتشرا في السنوات الأخيرة، فالنسوة اليوم تبحثن عن الخبرة الرجالية. البعض يرجع الأمر لثقة المرأة في العنصر الرجالي الذي يتقن عمله. يكون الرجل عنده غيرة من اتجاه المرأة، ثانيا بكون أدق بالعمل أكثر، لأنه كعنصرين مختلفين إنه ذكر وأنثى، بهمه إنه الذكر ما يسمع كلمة مش منيحة من الأنثى، فدائما بكون دقيق بعمله جدا. نطلع على الشرق الأوسط يعني كمان مجتمع محافظ وهيك، ولكن هذا انفتاح ملوش علاقة يعني من ناحية الحفاظ، أو هذا إبداع، هذا شغل فن مثله مثل أي يعني الدكتور نفس الشيء، يعني الدكتور في دكتور نسائي، ليش ما يكون كوافير نسائي فيه؟ فيما يؤكد آخرون أن سمعة الحلاق وأخلاقه هو ما يجذب الجنس اللطيف إلى صالونه. خيروا ثاني رجال وين يدي مرته وين ما يديهاش، هذا حقه. مي كاين ديكا وين يقول لك يجيبوا لي رجال نساهم يقول لك انا المهم خرج لي مرتي شابه، وهي امانه عندك. هذه امانه، حاجه كبيره. انا نخدم كاع من طاقتي ونخرج شابه. الراجل يشوف المراه واش يخصها، بالك مراه مع مراه ما تشوفش وش مع مرأة، مي راجل يشوف مرأة وش يخصها، تجري يحوس على الحاجة اللي تخصها يزيدها لها. وللنساء وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع. ولا راجل متفوق على المرأة الحلاقة، خطراش راجل من قلبه يخدم وينصحك، يقول لك هذه ما تجيكش مليحه، تعطي دراهمك وتروحي كاين مرأة مسكينه قاعده في الدار ما عندهاش لوازم باش يعطيهم لها راجلها وتروح باش تفرح ليها باش دير شعرها، كي تخش ما تخش فرحانه واش دارت لها. رغم أن المجتمع الجزائري محافظ، إلا أن ذلك لم يمنع كثيرا من النسوة في اختيار رجل يهتم بجمالهن، بل وأصبح عند فئة منهن أولوية. فهل تخشى النساء من أنامل حواء لتزيينها؟